ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ بالبرطمان القديم عندي ده هعمل لكم فكره باذن الله هتعجبكم خالص. اول حاجه غسلته طبعا كويس ونشفته، وبعد كده بقطعه فوم قديمه كده كانت عندي هبدا اخد يعني المقاس بتاع البرطمان بالظبط عليها، وهحدد بالشكل ده. هو طلع الطول بتاعه اللي انا عايزه اغلفه 10 سنتي، فهحدده كده على باقي الفوم عشان يطلع مستوي، يعني ما يجيش حتة طويلة وحتة قصيرة. 10 سنتي بالظبط، فحددته على الفوم وبعد كده هبدأ اقص. الفكرة سهلة خالص وبسيطة واي حد هيقدر يعملها، ويعتبر مش محتاجين اي خامات اصلا. هنا خلاص كده هقص بقى الجزء اللي انا حددته ده. القناة عليها افكار كتيرة جدا وكلها من اعادة التدوير، فلو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة جديدة انا بعملها. وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. هنا انا كده خلاص خدت المقاس وقصيته، وهبدأ بعد كده اثبته بمسدس الشمع بالطريقة دي، وممكن نستخدم الغيرة وهتلزق كويس جدا، مفيش مشكلة خالص. بثبت كده كل شوية على اساس بس ان هي تتثبت كويس وما يكونش فيها اي فراغات يعني. تمام كده، والجزء اللي زيادة ده انا هشيله. هقص بقى بالجزء اللي انا مش محتاجاه ده بالمقص كده. تمام. وبعد كده دي اعواد الايس كريم بتتباع عند اي محل خردوات، او بتتباع في المكتبات برضو، وسعرها رخيص، مفيش اي تكلفة خالص. هبدأ بعد كده اثبت اعواد الايس كريم دي جنب بعض كده بمسدس الشمع برضو. هرصهم كده جنب بعض. تابعوا الفيديو للاخر لان الشكل في النهاية بصراحة عجبني قوي، فمستنية اشوف رأيكم كده هيعجبكم برضو ولا قولولي رأيكم بقى. ولو في افكار انتوا حابين ان انا انفذها ومش موجودة في القناة عندي، اكتبولي برضو في الكومنتات وانا هنفذها باذن الله في فيديو مخصوص ليكم. كده تمام. هكمل بقى بنفس الطريقة لحد ما اغلف الجزء اللي انا حطيت عليه الفوم ده كله. هكمل بقى بنفس الطريقة، ودي كده خلاص خلصنا تغطية الفوم باعواد الايس كريم. بعد كده الشرايط دي بتتباع في محلات برضو الخردوات والمكتبات، تقريبا اسمها بايب كلينر على ما اعتقد يعني. هثبت كده واحد منهم على المكان بتاع غطا البرطمان، وهشيل الجزء اللي ملهوش لازمة الزيادة، وهعمل واحد كمان بنفس الطريقة. هثبته بس كويس. هو بيكون عبارة عن سلك رفيع، وفي متثبت فيه اللي هي الفرو اللي فوقيه ده، وبنعمل بيه افكار كتيرة جدا. هو عملي جدا وبينفع في حاجات كتيرة قوي، ورخيص يعني مش مكلف خالص. وفي منه الوان كتيرة، انا اخترت منه اللون البينك ده علشان يليق مع الفوم اللي انا حطاه. كده تمام. وبرضو
هثبت اخر جزء ده كده تمام. كان عندي الشريط ده حبيت اعمل منه فيونكة، والمرة دي هوريكم الفيونكة بتتعمل ازاي عشان كل مرة بتكون جاهزة معايا، لان انا عملتها قبل كده في فيديو قديم وهعيدها تاني دلوقتي اهو. هتني الشريطة كده وهبدأ اثبت الجزء اللي من جوه والجزء اللي من بره ده، بحيث ان هي تكون متثبتة على شكل اسطوانة كده. وبعد كده بجزء برضو من الشريط اللي انا عملت بيه ده هربطها كده من النص كده تمام. بصوا بقى شكلها تحفة بصراحة وسهلة خالص، ما فيهاش اي حاجة. هقص بقى الجزء ده من ورا كده وهثبتها على المنظم بتاعي، وهحط الفيونكة على الجزء اللي هو اللي فيه الوصلات عشان ما يبانش، هحط عليه الفيونكة بالشكل ده. ايه رأيكم؟ شكلها طلع بصراحة جميل وعملية جدا، لانها خدت كمية ادوات كبيرة جدا. ممكن نستخدمها كمنظم للادوات كده او لفرش الاسنان، وممكن نستخدمها زي فازة برضو، كل واحد وعلى حسب استخدامه وعلى حسب هو محتاج الحاجة دي في ايه. لو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي فكرة جديدة انا بعملها. وما ننساش اللايك والشير والكومنت الجميل، وطبعا مستنية رأيكم يهمني جدا، وده اللي بيشجعني ان انا اكمل واعمل فيديوهات اكتر. ايه رأيكم؟ استنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.